تيتا كانت دايما تقول لي الكلام يا بنتي طالع من بقك دوقيه الاول. كنت الحقيقه بقول لهم يعني لا، انا اللي في قلبي على لساني، انتوا اللي قمصين، هعمل لكم ايه يعني. الفكر ده منتشر جدا في دماغنا ومسيطر بشكل غريب. البوست بتاعت الفيسبوك اللي بتتكلم عن انه الناس اللي انت بتقعد معاهم وبتتكلم بحريه وبتلقائيه وبراحتك من غير ما تفلتر الكلام. طب وليه ما فلترش الكلام؟ يعني ما هو اي بني ادم ممكن يغلط، وطالما انا بني ادم فوارد اغلط، فليه اوجعك بكلمه؟ ليه تبقى قاعده حلوه ومبسوطين كلنا وواحد يقوم ينام باكي بسبب كلمه اتقالت ملهاش اي تلاته لازمه؟ اللي رابط في دماغنا فكره ان احنا نفكر قبل ما نتكلم رابطه سلبيه، دي فكره معطله جدا. احنا محتاجين ندشدشها كده عشان نعرف ندوق القعدات الحلوه، القعدات اللي بتضحك، القعدات اللي بتفرح من غير ما نطلع حد المسرح. طب الفكره هنا في ايه؟ الفكره هنا انه فكر معايا كده اللحظه، كام مره عدت عليك وانت كان نفسك توصل مسج او كان نفسك توصل رساله وبسبب كلمه قلتها في النص ما ظبطتش، اللي قدامك قفل، او اللي قدامك فهمك غلط، او اللي قدامك تخيل ان انت نيتك حاجه تانية خالص غير اللي كان في نيتك حقيقي. كل اللخبطه والعك ده احنا ممكن نتلافاه بايه؟ ب30 ثانيه بس تفكر وتشغل دماغك قبل ما تنطق. طب يحصل ده ازاي؟ يحصل ده لما نبتدي نتعلم امتى مكان الكلام وامتى مكان السكوت. في جملتين بقالي فتره بيترددوا في دماغي، انا شايفه ان هما كل واحده منهم في حته، بس انا حاسه ان في لينك بينهم. الجمله بتاعت انه كثيرا ما تكلمت وندمت واما عن السكوت فلم اندم قط، بس في اوقات تانية انا لو ما اتكلمتش هبقى شيطان اخرس، فانا محتاجه اتكلم. فضروري جدا نميز يا شباب بين الوقت اللي انا محتاج اتكلم فيه وضروري وكلمتي مهمه، وبين الوقت اللي انا برط فيه رط وخلاص بنهزر بنلعب اوكي من غير موجع من غير مجرح. تعالوا نقف على الارض دي 30 ثانيه قبل ما تنطق، 30 ثانيه بس، 30 ثانيه هتعدهم ازاي؟ 30 ثانيه مش هتبص في التايمر ولا تعمل ساعه، هتحط بس في مخك ان انا اعد 1 2 3 4 لغايه 30 بسرعه، مش لازم ببطء، بسرعه. وانا في دماغي السؤال اللي انا عايزه ارد عليه، او انا في دماغي الحوار اللي انا عايزه اقول كومنت عليه، او انا في دماغي الموقف اللي انا عايزه انقده وعايزه اقول عليه جمله محتاج ان في حاجه تتصلح. فكر بس 30 ثانيه، حياتك هتختلف تماما وعلاقاتك هتتبدل. الكلام الزياده كلام معطل.